من أجل النعم التي الكتاب ده تحفة بجد، حلو قوي. صباح الخير. امبارح بجد قعدت انضف. بصوا انا طلعت كل حاجة في المطبخ وفضيته خالص بجد عشان اعرف انضف حيطانه كله. الحمد لله يا رب خلصته، والبوتاجاز بصوا كل حاجة. فاللهم لك الحمد، خلصت والدنيا نظيفة، والستارة غسلتها. بس المفروض بقى ابتدي ارص كده الحاجات و احط بقى الديكور الخريفي في المطبخ، وبس بقى اللي هو بقى استمتع بالتعب اللي انا تعبته. بس الحمد لله اللهم بارك خلصت. وهو فعلا يوم وتعب وكده، بس انا ببقى عايزة اعمل حاجات معينة في الشقة عندي، مش عايزة حد يساعدني فيها. اللي يجي يساعد على حاجات اوريدي انا زبطتها او خلصتها او هكذا يعني. مش هو اللي بيظبط لي الدنيا او هو اللي بيظبط لي الديكور بعدها. لا انا اظبط وانضف، وكل الحاجات اللي عيني بتشوفها اللي ممكن ما مش اي حد ممكن ياخد باله منها تضايقه، اظبطها وانضفها. وبعدين التنظيفات بقى اللي هي بتاعت اللي هي العادية الدورية دي، تبقى الديكورات محطوطة، تبقى مش لسه هنحط من اول وجديد. بصوا في حاجة مضايقاني بجد، الفواصل هي مش حوار مش نظيفة، هي اتاكلت، فاهمين؟ فهي باينة انها مش نظيفة بس هي اتاكلت. لو حد عنده حل الموضوع ده قولولي. بس المهم ان من ضمن الخطط المستقبلية ان شاء الله ان انا اظبط الاضاءة دي، لانها وقعت معرفش ليه بصراحة، واللي فوق دول اتطفوا اصلا. ف هغيرهم كلهم طبعا. فان شاء الله يعني نظبط الحاجات دي مع بعض. بس قلت لا، انا لازم كده اروق المطبخ وافضيه خالص، ونظبط بقى الديكورات مع بعض والتنسيقات مع بعض. ومبسوطة ان الديكور الخريفي عجبكم، بجد مبسوطة جدا. اللي ما شافش المشتريات والديكور الخريفي اللي عملناه في الصالون، ممكن ترجعوا للفيديو اللي فات وتشوفوا التنسيقات والمشتريات. بس فيلا بينا، let's go. بصوا هنا غسلت كل حاجة، حرفيا كل حاجة اتغسلت واتلمعت ونشفتها كده. وبصوا اللهم بارك كده، نظيفة وحلوة. الفرش دي خطيرة، فريكومندد ليكوا قوي ان انتوا تجيبوها. هي بتبقى 3 مع بعض. في منها دي يعني انعم واحدة، ناشفة شوية بس هي ناعمة، وبيجي معاها 2 نحاس. تحفة يا جماعة، تحفة في التنظيف، خصوصا حاجة المطبخ يعني. بس وبرضو نظفت كل الأجهزة دي، يعني أي جهاز فاضل بس الاير فراير هو اللي بره، والغسالة هتخلص الغسلة دي وهحط فيها الزرع عشان برضو يتعقم ويتنضف كده ويطلع بيلمع. وابقى كده يا جماعة خلصت الحمد لله. دول برضو نضفتهم وحطيتهم هنا. ودي بقى كانت جاية معاها الادوات اللي هي الخشبية، اللي هي المعلقة والكوبشة والحاجات دي. فانا شلتها وحطيتها في حاجة تانية شكلها اشيك كتير. فدي عايزة اجيب لها، عارفين ازاز الزيت والخل اللي هي بتبقى رفيعة، حاسة انها تيجي على المقاس ده. فانا هاخدها حتى معايا وانا رايحة اشتري، عشان حاسة ان انا لو حطيتها هنا كده ماشي
وحطيت هنا الزيت والخل قد ايه الموضوع هينفعني، او حطيت في واحده زيت عادي واحده زيت زيتون. اعتقد ان الموضوع لذيذ قوي. دي كنت جايباها لما بتيجي مثلا تعملي اكل وترفعي الغطا، بحط الغطا هنا. بجد يا جماعه لو حطيتوا الغطا في اي حته بحس انه بيقع، فانا مش حاساها حاجه رفاهيه خالص، هي بجد فعلا فعلا مهمه. والناحيه التانية بجد انا بنسى اما بنزل اي محل ان انا اجيب اللي هي اللي بيتحط فيها المعلقه بتاعه الطبخ. بس ايا كان دي يعني بديل تحفه يا جماعه، الاطباق اللي هي الطويله دي. قلت يعني تقضي الغرض لحد ما افتكر ان شاء الله ان انا اجيب الطبق اللي بيتحط عليه المعلقه او الكبشه او ايا كان. بس فده اللي انا انجزته، وفاضل بعد كده بقى ان شاء الله الفرن والتلاجة. الميكروويف لسه منضفاه الحمد لله، فهو فاضل بس التلاجة والفرن. وادخل على القصص الاكبر شوية، بس انا منضفاهم برضو عن قريب. الادراج دي برضو، الادراج دي عايزة اطلع اللي جواها وانضفها، احنا مع بعض واحدة واحدة. بس اهم حاجة ان انا اعمل الحاجة كده بترتيب ونظام. فانا اهم حاجة عندي ان الدنيا تكون مترتبة ومتنظمة، ومهلكش نفسي، لان اليوم بجد بيكون في حاجات تانية كتير، يعني زي الاكل، زي الترتيبات اللي اول ما بتصحي بتحطي الحاجات كده مكانها، ترتبي سريرك. فالحاجات دي يا جماعة بجد بتاخد وقت ومجهود يعني. فالحمد لله ربنا يقوينا ويقويك. خدوا التحدي ده معايا عشان بجد هتحسوا براحة نفسية بعد الحاجة ما تخلص. سيبكوا انتوا ان هي بجد يعني علقة بجد يا جماعة، حاسة ان حد بيديني قلمين على وشي اليومين دول، بس لا لا والله بتحسوا بعدها ان شاء الله كده براحة، وان كل حاجة منظمة كده حواليكوا. فالحمد لله. المهم انا برضو هنا دي الحاجات بتاعتي اوريدي اللي هي قبل كده. آه لسه بقى الحاجات الجديدة ما حطيتهاش، قلت بقى احطها لما انسق دول الاول وخلي ليهم كورن خاص كده، فاهمين؟ بس ويا هلا ويا غلا بحبوتي، عاملين ايه يا حبوبتي؟ والله وحشتوني. المهم يا جماعة تعالوا بقى نتكلم شوية مع بعض واحنا بنحط الديكور كده في المطبخ. بصوا انا ما حاولتش اعمل اي مونتاج خالص، اللي هو بقى اسرع الفيديو او ان انا اخد لكم لقطات بسيطة للحاجة اللي هي بس هسيبها. لا لا لا، انا وريتكم التجربة كاملة، لان انا كان نفسي حد يعيشني التجارب دي. وانا مثلا بختار الديكور بتاع الخريف او رمضان، او حتى وقت ما كنت بجهز يا جماعة كنت ببقى عايزة حد يساعدني. يعني حد يقول لي مثلا احنا بنجرب على فكرة كتير، حتى الحاجة اللي انت بتجيبيها دي احنا بنقعد نجربها يعني. اوكي انت بتبقي حاطه صوره في دماغك او في خيالك، فانت على الاساس ده بتنزلي وبتشوفي حاجات مثلا سواء بقى في النزهه او غير النزهه، المحلات الديكورات عامه، وبتبداي تقولي لا والله انا عايزه ده وحاسه ان انا محتاجه ده وده هينفع على ده. فحبيت ان انا انقل لكم بجد التجربه كامله وتعيشوا معايا كل حاجه. المهم واحنا بنعمل بقى الديكور الحلو الجميل ده، تعالوا نتكلم في موضوع مهم جدا، الا وهي يا جماعه المثاليه. ايوه انا من الناس دي، ايوه انا من الناس اللي بتحب تشوف الصوره كامله. يعني عشان احط الديكور ده انا لازم انضف المطبخ تنظيف عميق، وانا اللي انضفه بنفسي، واظبط حاجات معينه، وهجيب ديكورات معينه وهكذا. طيب هل انا سايبه نفسي؟ انا اكيد مش بكلمكم عشان كده والله، انا بكلمكم في حته ان انا بجاهد نفسي في القصه دي. اوكي موضوع الصوره المثاليه دي حاجه بجد أكذوبة كبيرة مش موجودة أصلا. الكمال لله وحده يا جماعة، وحدوا الله يعني. ولكن الواحد بيبقى جواه اكيد صفات معينه بيحاول طول الوقت ان هو يجاهد نفسه فيها. فبحاول اعمل ايه؟ طب يا حبيبتي انا هرضيكي، والله هرضيكي ان انت عايزه تعملي حاجه شكلها حلو والحاجه تبقى محطوطه بطريقه معينه، وتنضفي الاول تنظيف عميق وكل الكلام اللذيذ ده. طب يا حبيبتي انت وراكي مسؤوليات والله. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ انا بحاول انا ارضي نفسي. خلي بالكوا ثانيه، برضي نفسي في حاجه لا هي لا عيب ولا حرام ولا بتأذي حد غيري، يعني عشان بس ايه ما تقوليش انا هرضي نفسي ده. لا يا حبيبتي ما تقوليش كلمه وحشه اللي قدامك وتقولي اصل انا عايزه ارضي نفسي، اصل انا حسيت ان انا عايزه اقولها، ما تقوليهاش. لا كده عيب، كده عيب وحرام، ماشي؟ انما بنرضي نفسنا في حاجات يعني شخصيه لينا، فاهمين؟
المهم انا مش هوقف يا جماعه الفويس اوفر. هو المفروض ان انا كنت بتكلم معاكم في ان انا غيرت الديكور وحطيت الرف ده عندي احتياطي يعني. فمش عارفه مين اللي كان احلى، اكتبوا لي في الكومنت. المهم نرجع لمرجانة وهو موضوع المثاليه. فانا قلت خلاص اوكي انا هضحك على نفسي وتمام. انتي يا حبيبتي وراكي مسؤوليات، فانتي خلصي مسؤولياتك وواحده واحده كده ابتدي ان انتي اعملي كل يوم حاجه. خلاص النهارده هننضف كذا، النهارده هنعمل كذا، بكره هنعمل بعده، وهكذا لحد ما اخلص. فطبعا الموضوع خد مني اسبوع، يعني انا اخر مره نزلت فيديو غالبا كان من اسبوع. ف بس فالموضوع خد مني وقت طويل، بس كنت بعمله بعد ما بخلص مسؤوليات اللي ورايا. من انتي وراكي اكل، وراكي مثلا بعد ما بتخلصي الاكل بتنضفي المطبخ تاني عشان تظبطي بقيه المطبخ وتحطي حاجات ديكورات. حتى انا بحط الديكورات بعد ما اخلص الاكل، مثلا انضف المطبخ احط كل حاجه في غساله الاطباق وهكذا، عشان ارجع تاني لنقطه الصفر عشان اظبط الديكور. لان انا مش بعرف يا جماعه لا ادخل المطبخ ولا اشتغل في المطبخ ولا اعمل غدا ولا اعمل ديكور ولا اي حاجه وانا المطبخ حواليا مش نظيف او البوتاجاز مش نظيف، لا يعني معرفش اعملها. فالمهم ضحكت على نفسي زي ما قلت لكم، وحاولت ان انا اعمل اللي انا عايزاه حتى في المشتريات. وعايزه اقول لكم بالنسبه لموضوع المشتريات مع يعني التطور اللي موجود دلوقتي، وده نعمة الحمد لله من ربنا في التكنولوجي، او في ان بقى في بلوجرز كتير، او ان في صفحات كتير للديكورات. ربنا يوسع على الناس كلها. اوكي هي حاجة حلوة، ولكن العيوب بتاعتها ان احنا ما بنعملش ستوب كده مع نفسنا ان احنا نحس بالنعم اللي عندنا. فالديكورات حتى اللي تجيبوها تحاولوا ان انتوا الديكورات دي تعرفوا تحطوها في كذا موسم. ولو حطيتوا حاجات بسيطة زي البامبكين دي زي المج، حاجات بسيطة قوي، والباقي ينفع معاكم لكذا موسم لو حطيتوا بس حاجة صغننة زيادة. Hello, Christopher Robin. I can't seem to remember the It's autumn. It's the first day of autumn. من أجل النعم التي تم الله يا صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين. بصوا بجد احساس جميل، اللهم بارك كده. وانا بقى خلصت كده الديكورات وخلصت التنظيفات، احساس جميل، ربنا يا رب ما يحرمنا منه كلنا، اللهم امين. المهم عملت الكوفي بتاعتي، وبصوا انا غيرت ايه هنا. جبت الزرع هنا وجبت الاضاءة هنا، مش مشغله اللي فوق مشغله اللي تحت وبس. حاسه كده بقى ان انا يعني ايه ما شاء الله اجواء جميله، وعايزه بقى اقعد كده ايه اشرب الكوفي بمزاج. المهم جبت القهوه بتاعتي وجبت كتاب اقراه. بصوا الكتاب ده تحفه بجد، حلو قوي. هي لغته صعبه شويه، هي لغة عربية عادي، بس هو يمكن عشان مترجم ف يعني بجد محتاج ان انتوا تركزوا قوي عشان تفهموه. بس بجد هو حلو قوي وانا استفدت منه كتير، وبجد يعني بحس ان انا كل فترة كده عايزة اقرأ فيه حاجة، لان هو بجد تقيل، يعني من الكتب التقيلة قوي عشان فيه معلومات كتير. بس كده المهم جبت قهوتي وقلت اقعد اقرأ شوية في الاجواء الجميلة دي. بس كده والفيديو بتاعنا هيكون خلص لحد كده. عندنا بقى فيديوهات جاية كتير ان شاء الله للروتينات والتنظيفات، بس بقى بالديكور الجديد. يا رب تكونوا دايما بخير وحلوين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.